راجعه لكم يا حبايب قلبي بوصفه حلوه قوي، اقتصاديه جدا جدا وسريعه كمان. يعني الموضوع كله مش هياخد منك 10 دقايق تحضير، هتكون محضراها و10 دقايق تسويه، وهتشوفي بنفسك في قلب الوصفه. غير ان هي سريعه جدا، هي كمان اقتصاديه قوي. طبق الحلوى اللي انت شايفاه قدامك ده شكله تحفه من بره، وكمان لما فتحناه من جوه شايفه عامله ازاي. كل ده ببيضه واحده بس. عايزه اقولك تقدري تحطيها لاولادك كده في لانش بوكس، بصي مغذيه وحلو جدا جدا جدا. وكمان تقدري تقدميها كده ساعة العصاري مع فنجان القهوة، أو لو جايلك ضيوف على غفلة تقدري تعمليها بسرعة بسرعة. طريقة سهلة واقتصادية وشكلها شيك قوي 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 في التقديم. تحفة. يعني ده ياخد من ابنك واحدة كده في المدرسة ويحكي لمامته على طعمتها، هتقول له طب ارجع اساله لي مامته عملها لي ازاي. جربوها، انا متاكده انها هيعجبكم. سموا الله وصلوا على الرسول وحطي لي لايك ويلا بينا على طول. اول حاجه زي ما اتفقنا في اول الوصفه، كل اللي هحتاجه بضايه واحده بس لكل الوصفه دي. هنزل عليها بنقطتين من الفانيليا عشان زفارة البيض، واخلط البيضة كويس جدا لحد ما تتفكفك كده مع بعضيها كويس قوي. بعد ما خلطت البيضة حلوة قوي، هجيب نص كوباية من السكر اللي هو بتاع الشاي، سكر السنترفيش العادي، واخلطه مع البيضة. في دقايق هيكون اداني قوام كريمي ابيض زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بصي، ما خدش وقت ابدا. على فكره تقدري تعملي الحلوه دي في الخلاط، لو انت مش حابه تقعدي تضربي او تخلطي بايديكي تقدري تعمليها كله على بعضيه في قلب الخلاط. هنزل كمان بنص كوبايه من الزيت وارجع اخلط المقادير كويس جدا مع بعضيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما كله كده يخش مع بعضيه. تمام كده تمام. هجيب دلوقتي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تكتريش البيكنج باودر قوي علشان ما تفرش معاكي في الفرن. هنزل بيها بالشكل ده، وكمان رشه ملح، واخلط مرة تانية المقادير اللي احنا ضفناها زيادة لحد ما كله برضو يتجانس مع بعضيه، عشان نستعد ان احنا ننزل بالدقيق بتاعنا. عايزة اقولك نوعيات الدقيق بتختلف من نوع للتاني. يعني انا لما بغير نوع الدقيق بلاقي فيه دقيق بيشرب المية او السوائل، ودقيق لا. فانتي حطي الدقيق بتاعك شوية بشوية. فاهميني اقصد ايه؟ انا عملت الوصفه اكتر من مره، ببقى مجهزه جنب شويه دقيق على اساس لو احتجت تاني. فانا ضفت كوبايه وهضيف التانية. هجيب التالتة واخد نصها بس كده مثلا، او اخليها جنبي واشوف هحتاج تاني ولا لا. خلاص جبت نص كوباية دقيق كده جنبي، احتجتها او ما احتجتهاش واشوف. قلبت كده كوبايتين الدقيق مع المقدار السائل اللي احنا عملناه، وبالفعل ما احتجتش دقيق تاني خالص. فانتي ضيفي الكوباية التانية، ما تضيفهاش كلها وجربي. طيب لو طلعت الحلوة معاكي جافة قوي قوي ومش عايزة تلم، حطي معلقة حليب ولا حاجة. لقيتيها طرية قوي ومش لما، انزلي بمعلقة دقيق. خلاص انا مستخدمتش نص الكوباية، يعني الوصفة دي بكوبايتين دقيق. اعرف من العجينه حلوه هاخدها كده واروح ضغط عليها، مهم ما تشرخش معايا. عايزه اقول لك الحلوه دي بتشرخ بسيط في الفرن، عشان السكر اللي فيها بتشرح حاجه بسيطه كده في الفرن. خلاص هبتدي دلوقتي اجيب صاج كده ما فيهوش اي ماده دهنيه خالص، وابتدي اخد الحلوه بتاعتي. اعمل بقى الكواير كلها، احاول اعملها متجانسه قد بعضيها، والحجم بتاع الكوره بتاعتك زي ما انت عايزه. انا عاملاه في حدود اللي هي عين الجمل، يعني في حجم كده عين الجمل. بايدك ما بوزنش ولا حاجه، يعني كل مره ايدك كده بتبقى ميزان. هكور واضغط ضغطه بسيطه واحط في الصاج لحد ما اخلص كل كميه الحلوى بتاعتنا. ادخلها الفرن على درجه حراره 140 لحد ما تستوي وتاخد لون بسيط. ولحد الوقت ده لحد ما تستوي نحضر بقى صوص حلو كده نغمس فيه الحلوى بتاعتنا. هجيب كوبايه من الحليب، هضيف للحليب بتاعي طبعا سكر احليه، والسكر حسب الرغبة. انا هضيف في حدود معلقتين اتنين من السكر. خلاص، من معلقتين لتلاتة من السكر، ولو انت حابة اكتر خلاص. بس هي الحلوة بتاعتنا فيها سكر كفاية، يعني انا شايفة يبقى ده كفاية قوي. ضفت معلقتين من السكر. دلوقتي معايا معلقة من الكاكاو المحلى، اي شركة اي نوع، في حدود معلقة. عندك خام حطي الموجود عندك. كمان هضيف معلقة من النسكافيه، اللي هو البلاك العادي او الكلاسيك. هضيف معلقة منه وادوب الحاجات الحلوة دي مع بعضيها وارفعهم على النار، وده هيبقى الصوص او المشروب يعني اللي هتنزل فيه الحلوى بتاعتي عشان تبقى من جوه شرباه نوعا ما يعني. واي كميه تتفضل معاكي تقدري تقدميها في كوبايه كده، مشروب هايل هايل نسكافيه مع الشوكولاته مع السكر والحليب خطير. هغليهم غلوه واحده على النار زي ما انتم شايفين، واطفي النار على طول، مش محتاجه اكتر من كده. كده هو جاهز معايا تنزل فيه الحلوى او البسكوته بتاعتنا. خلاص. نرجع بقى نشوف الحلوى بتاعتنا خرجت من الفرن. حضرت المشروب اللي احنا عاملينه، وكمان محضره جوز هند، وتقدري تحطي اي كفر تاني انت عايزاه، مش ضروري جوز هند.
خلاص هجيب بقى الحلوى بتاعتي بالشكل ده وهي سخنة عادي جدا بمجرد خروجها يعني من الفرن. هحطها في الكاكاو بالنسكافيه وانزل على جوزة الهند كده واغمسها فيها زي ما هتشوفوا. هتروح واخدة الكفر اللي شفتيه في بداية الفيديو اللي هي جوزة الهند ماسكة عليه، وفي نفس الوقت تحسي ان الحلوى بتاعتك طبقات من جوه، واخدة الفانيليا في القلب وشوكولاتة وبعدين جوز هند. يعني الصراحة وصفة تحفة وطعمها كمان تحفة تحفة. طعم النسكافيه فيها مختلط كده مع الشوكولاتة. بس مش قادرة اوصفهولك، جربيه بنفسك وشوفي. خلصت كل الكمية وقدمتها بالشكل ده ومعانا احلى حلوى. طبق فخم بجد بجد، فخم جدا انك تقدميه لضيوفك. هيحتاروا فيه كده ويقولك عاملاها ازاي، والريحة بتاعته حلوة قوي قوي. عايزاكي بعد ما تخلصي كده شوفي الريحة بتاعت الجوز هند مع النسكافيه مع الشوكولاتة مع البسكوتية بتاعتنا. ريحته تحفة، طعمه حلو قوي. قدميه بقى ساعة العصاري كده وهتدعي لي. بصي شكلها خطير، فخمة فخمة بجد. تعالوا بقى نفتحها مع بعض علشان اوريك من جوه. بصي عاملة ازاي، بصي نفتحها كده. واو، خطيرة يا جماعة. شايفة الشوكولاتة والفانيليا والجوز هند، شكلها حلو قوي. جربوها ومتأكدة انها تعجبكم. هستنى ارائكم تحت الوصفة ولايكاتكم، ولو عجبك الفيديو اوعي تنسي الشير. احبكم جدا جدا جدا، بألف هنا وشفا اللي بيجرب وصفاتنا. اشوفكم على خير فيديو جديد، سلام.